بسرعه شويه يا دكتوره. ما تخافش مستر فرج. دي سياره مش طياره. ما تخافش مستر فرج. انا مش خايف. امال قلقان كده ليه يا خال؟ مش قلقان. مش قلقان؟ طب دوسي بنزين كمان يا طنط. ليه كده؟ عشان العجل لسه ماشي على الارض يا خال. امال عايز يجري على ايه؟ على الهوا. مش انت طول عمرك بتقول احنا اللي بنجري بالعجل على الهوا؟ احنا كده مش بنجري، احنا كده طايرين في الهوا. مش بنجرب العربيه. ربنا يستر. ما تخافش مستر فرج. انا مش خايف. امال مال وشك اصفر كده ليه يا خال؟ مرعوب، ميت في جلدي. ما تخافش مستر فرج. طب خف السرعه شويه، اديني فرصه. فرصه لايه؟ عايز تنط من العربيه وتسيبنا؟ لا، علشان ابوس رجلها اللي دايسه على البنزين. ايه ده؟ انت اكيد بتهزري يا اوسه. يا سلام، بهزر؟ هو الكلام ده يبقى فيه هزار برضه؟ يبقى جرى لعقلك حاجه. ليه يا اخوي؟ شايفني بجري ورا عربيه الرش ونكته شعري؟ فرج، عايزه الدكتوره نور تتجوز فرج؟ ماله فرق؟ راجل وماله هدوم. وهي هتتجوزه عشان ماله هدومه؟ ما كل شوال مليان باللي جواه. شوال. يا علي، يا علي يا اوسه، عيب تقولي كلام زي ده. عيب؟ لا هو الجواز عيب يا منير؟ طبعا الجواز من فرج عيب وفضيحه كمان. فضيحه. قال جابوا الاقرع يسرح بنت السلطان. فرج ده ايه؟ اقرع؟ طب انت عارف الاقرع اللي انت مستهون بيه ده معاه فلوس قد كده اهو ما تتعدش. وهي حكايه فلوس؟ وهي الست مننا عايزه ايه اكتر من راجل يسعدها ويهننها ويصرف عليها؟ هي كانت اشتكت لك من الجوع، ما هيش لاقيه تاكل. اخت نور عندها فلوس توزن فرج ومراتاته الاتنين وولاده معاهم. هيطلقهم. هيطلقهم؟ والنعمه لو وافقت تتجوزوا لا يطلقهم. طب اكفي على الخبر مجور. اوعي تقولي لاي حد انك فتحت السيره دي معايا ولا كاني سمعت. اخ، الفرج قال. يا اخويا ضل راجل ولا ضل حيط؟ هي البنات الصغيره لاقيه تتجوز؟ لا، ظل الحيطه احسن واشرف. ليه بقى؟ عشان فرج ده ملوش ظل. كل ده وملوش ظل ليه؟ ملوش ظل، ابيض، لا ظل ولا لون ولا طعم ولا قيمه. طب ما تاخد رايها يمكن توافق. توافق؟ انت بتضحك على ايه؟ اصلها لو وافقت تبقى المصيبه اكبر. مصيبه ايه كفر الشر؟ جواز نور من فرج علامه من علامات الساعه. القيامه تقوم. انت خلاص كفرت عن كل ذنوبك وعاوزه القيامه تقوم. يا سلام، القيامه تقوم؟ طبعا، لما البني ادمين يتجوزوا الحيوانات تبقى الدنيا خلاص خلصت انتهت يا اوسه. لا لو سمحت، انا ما احبش انك تقول على اخويا كده. هو انا بفتري عليه؟ طب ما انت عارفاه زيي. ايوه صحيح انا عارفاه، لكن ولو ما احبش انك تقول عليه حيوان. امال اخوكي ده ايه؟ انسان طبعا. بأمارة ايه؟ هو لازم يبقى له امارات. يعني ايه اللي يثبت انه انسان؟ بيعمل ايه طول حياته غير انه ياكل ويشرب ويتجوز ويتناسل؟ لا، طب وانت عايز ايه اكتر من كده؟ طب ما هو كمان اضف الى ذلك انه بيشتغل وبيكسب قرشه بالحلال. طب ما الحمار بيشتغل احسن منه. حمار؟ بيفهم ويميز. وانا اخويا ما يقلش عنه، بيفهم ويميز. لو كان بيفهم ما كانش يطلب طلب زي ده ابدا. يعني مفيش فايده؟ مفيش امل؟ امل في ايه؟ هو انت عايزه تزيحيها من البيت باي شكل؟ ريحي روحك، مش هتقدري. ما بيقدر على القدره الا ربنا. احمدي ربنا انها راضيه تعيش معانا. واحده غيرها كانت اشترت شقه فخمه وعاشت فيها لوحدها وما سالتش فينا. وايه اللي غاصبها تعيش معانا يا اخي؟ قلبها الطيب، بتحبنا وعايزانا نعيش حواليها. ربنا يديها على قد نيتها الحلوه الطيبه. هي دي من توابع العيشه السودة اللي احنا فيها.
بس انت يا دكتوره في السواقه حاجه مش معقوله خالص. امال يا خال حاجه امريكان. ده انا كنت خايف خالص. ده ايه ده؟ سواقه بسرعه سواقه بسرعه. ده ايه ده؟ الله اكبر. اوكي مستر فرج، اتس نايس كار. ثمنها كام بقى؟ تمنها وصل يا دكتوره. ثانك يو، كلك ذوق. دي مش مجامله، انا بتكلم جد. جد يا خال، والناس اللي مستنيين يقبضوا ثمن العربيه. هدفع لهم تمنها من جيبي. من جيبك؟ من جيبي. هو انا جيبي شويه؟ ربنا يزيدك يا خال. نحمده على كده. لا انا شبعان قوي ومليان قوي، بس مش غاوي منظره فارغه. بس لو حبيت اتمنظر مش هتعرفوني. يا سلام، ليه بقى؟ هستكسف اسلم عليك. انا نفسي تتمنظر شويه يا خال. ليه مش عايزني اسلم عليك؟ مش مهم، المهم ان احنا نتباهى بيك. اتفضل قول مستر فرج. اقول ايه؟ قولي اكتب لك التشيك بكام؟ خلاص بقى يا دكتوره، قلت لك تمنها وصل، اعتبريها هديه مني. هديه بمناسبه ايه؟ نشوف لها مناسبه ونعشقها فيها. يعني جيت في جمل؟ ده حاجه بسيطه. اوكي مستر فرج، هات لي جمل هديه وانا اقبله، انما ثمن العربيه لازم ادفعه. حضرتك مصمصمه يعني. شور مستر فرج، ثمنها كام؟ 80,000 جنيه. مش كتير ده يا خال؟ ما انا قلت تمنها وصل. هو الجمل يسوى له كام يا خال؟ ليه؟ عايز اعرف ثمن الجمل. يعني يسوى له كده حوالي 3-4 آلاف جنيه. لا يا خال، ده يبقى بعرور بقى مش جمل. بعرور؟ يعني جمل صغير لسه مولود، انما الجمل المحترم ثمنه ما يقلش عن 10,000 جنيه. جايز، انما احنا مالنا ومال الجمل. مالنا ازاي يا خال؟ ما احنا هنخصم ثمن الجمل الهديه من ثمن العربيه. ايه؟ وتبقى الهديه وصلت. هديه ايه؟ انت رجعت في كلامك مستر فرج؟ انا عمري ما ارجع في كلمتي خالص. هتحسب ثمن الجمل بكام؟ نخصم 1000 جنيه. الله، ده ما جاش ثمن بعرور. نخليها بعرور ونص ونخصم 1000 ونص. لا قليل يا خال، احنا هنخصم 6000 جنيه. ايه؟ ده كده هدفع 1000 جنيه من جيبي لاصحابها. تبقى العربيه ب 75 بس يا خال. الله، هو عمولتي. انا هدفع لك عمولتك 1000 جنيه. 1000 جنيه بس؟ ثمن نص بعرور. زي بعض. الحقني بنزلتين كروس يا جوجو الله يخليك. يا ريت. يعني ايه؟ يعني مفيش يا هيثم. فلوسك دخل فلوسك في جيبك، قلت لك مفيش. انا محتاجهم قوي، بوس ايدك انا تعبان. دور على حد غيري يريحك. ما مفيش حد غيرك. ما باليد حيله، الراجل اللي كنت بجيب منه اختفى. اختفى؟ اه. اختفى ازاي؟ مش عرفني يا هيثم، سيبني دلوقتي ارجوك لاني تعبان اكتر منك. انا لازم اتصرف. اتصرف لي معاك. ازاي؟ وبعدين معاك بقى يا اخي، قلت لك حل عني، دماغي مش مستحمله. وانا كمان. ارحمني وسيبني لوحدي، انا مش طايق نفسي. برلاند، خد الاسوره دي خليها معاكي، دي تساوي اكتر من 300 جنيه. معيش صدقني، معيش ولا حبايه. اتصرفي يا برلاند، ده انا حالتي وحشه قوي. اتصرف لك ازاي يعني؟ صاحبي اتقبض عليه والاجزاء خانت شماعات، يعني مش لاقي حاجه اجيب منها. اهدي بقى. طب وبعدين هنتصرف ازاي؟ انت رغايه قوي، اوعي كده شنطتي، انا عندي محاضره. صباح الخير يا جوجو. خير؟ هو اللي الصبح بوش يشوف خير؟ يا عم بالراحه عليها شويه، مش قوي كده. عايز مني ايه؟ عايز بطاقتي الشخصيه. قطعتها ورميتها في الزباله. فداك يا عم، اطلع غيرها. انا اهم حاجه عندي انك ما تبقاش زعلان مني. مهما حصل احنا اصحاب وزملاء، واللي وقع يتصلح. عايز تقول ايه؟ انا معاكم، معانا؟ مستعد للشغل من دلوقتي. وايه اللي خلاك تغير رايك؟ هيكون ايه يعني غير الفلوس؟ ما كان من الاول.
ما انت خطفتني يا جوجو، ما اديتنيش فرصه افكر، وبعدين اللعبه خطره. وفكرت؟ بقول لك انا معاكم. معانا فين بقى؟ ما انت وقفت حالنا. ليه بقى؟ ربيع الرورو بطل يدينا بضاعه نوزعها بسببك. بسبب انا؟ قلق منك لانك عرفت سرنا. وانا عملت حاجه؟ ربنا يستر عليك بقى. من ايه؟ من قلقه. هي الناس دي قلقها بالسهل. طب خليك جدع واقف معايا، انا مش قد الناس دي. هو هعمل لك ايه؟ قول له ان انا معاكم. مستعد تحلف له اليمين؟ يمين ايه؟ يمين الولاء والطاعه. احلف له. خلاص اديني فرصه يمين. فرصه لايه؟ فرصه احاول اجيب لك عفو. عفو؟ ما هو حكم اعدامك صدر. حكم اعدامي صدر؟ وعشماوي بيدور عليك. عشماوي؟ انت رجعت بيت ابوك؟ لا ما رجعتش. امال عايش فين؟ كل يوم بتلاقي عند واحد من صحابي. حظك حلو، بوس ايدك وش وظهر. ما تفهمني في ايه يا جوجو؟ اوعى ترجع بيت ابوك. ليه؟ خليك تايه على عينين عشماوي. عشماوي مين؟ مش هقدر اقول لك اكتر من كده. اتصل بيا على الموبايل كمان يومين. انت كده قلقتني يا جوجو. بصراحه مش هقدر اطمنك الا اذا صدر قرار العفو. عفو ايه؟ هو انا اذنبت؟ واحب احذرك. تحذرني من ايه؟ اوعى قلقك يخليك تتصرف غلط. يعني ايه؟ يعني مفيش قوه هتقدر تحمي حياتك حتى ولو كانت قوه ميري بنحاس على كتافها. طب وهتجيب لي العفو ده امتى؟ قلت لك اديني فرصه يومين. طب خليني عندك في البيت. ما اقدرش، هو العمر بعزقه. يا دي المصيبه السوداء. بصراحه طنط انا ابتديت اقلق. من ايه؟ خايف لا يعملوا فيه حاجه. جوه الجامعه؟ ليه لا؟ نيفر، ما يقدروش. ونتاخر ليه بس؟ لازم لقى جوجو بيتكلم معاه. مش كنا بلغنا البوليس احسن بدل الفيلم الهندي ده؟ الفيلم الهندي؟ ايوه يعني الحدوته اللي حضرتك رسماها دي. اتس تراب، مصيده عشان نصطاد بيها المجرمين الكبار ونوقف انتشار السموم جوه الجامعه. يا طنط دي شغلانه البوليس ومسؤوليته مش مسؤوليتنا. ومسؤوليتنا احنا كمان في الدفاع عن نفسنا، ولازم نساعد البوليس. احنا اللي هنساعد البوليس. ايوه، لازم نقدم له الادله كويكلي عشان نلحق نكسب وقت. وقت لايه؟ الوقت في التحريات والبحث عن المجرمين اللي بيتاجروا في السموم. لازم نقدمهم متلبسين للبوليس. ازاي بس؟ لازم نخليهم يطمنوا للسراج ويعتبروه واحد منهم عشان نقدر نكشفهم بسرعه ونقدمهم للبوليس. يا طنط احنا كده بنعرض سراج للخطر. بالعكس، احنا كده بنحميه من شرهم. ازاي؟ لان المجرمين الكبار مش ممكن يسيبوا واحد كشف سرهم، لازم يخلصوا عليه. يا نهار اسود، يخلصوا عليه؟ شور، ده اسلوب تفكيرهم عشان يحموا نفسهم. يا طنط الكلام ده في عصابات امريكا مش هنا. كلهم بيقلدوا عصابات امريكا. اتس وان تكنيك. وحضرتك عارفه كمان تكنيك العصابات؟ يس، لاني اتعاملت مع مجرمين كتير في امريكا. اتعاملتي معاهم؟ يس، واعرف اسلوب تفكيرهم. وعرفتي اسلوب تفكيرهم ازاي؟ لاني عالجت شباب كتير من ضحاياهم وعرفت طريقه تفكيرهم وسلوكهم الاجرامي. ربنا يستر. اطلعي بسرعه يا عمتي، اطلعي بسرعه. وات هابند؟ ايه يا ابني؟ مش عايز حد يشوفني. اوكي اوكي. مدام موسى، اتفضلي. ايه ده يا بت؟ مصيادة جواها فرم لصلص. يخرب بيتك، تفضحينا. طيب وريني يا بت، وريني. ها، يعجبك؟ ده يعجب الباشا يا بت، وبعدين يعجبني انا ليه؟ هو انا اللي هاكله؟ على الله بس يعجب القطة. ان شاء الله يا رب يعجب القطة، يا رب يعجب القطة. خلاص يا بت، وطي صوتك، هتفضحينا. حاضر. حسك عينك تجيبي سيرة لحد. انا؟ لا ابدا ابدا، ولا هفتح بقي. فوتك بعافية انا بقى، ها؟
يا بنتي فكيها بقى، مش عارفه اذاكر. انت هتتلككي؟ هو حد دسلك على طرف؟ شكلك موترني، بتنشني، مش مخليني عارفه اركز. هو انا كلمتك اصلا؟ ما هو مش معقول حد يذاكر قدام واحده زعلانه وقرفانه وبتعيط، ده فال وحش. خليكي في حالك وسيبيني في حالي. طب ليه مش عايزه تقولي لي طنط نور قالت لك ايه؟ في ايه؟ في موضوع هاني. قلت لك الموضوع ده انتهى، مش عايزه اسمع سيرته تاني. انتهى فجاه كده؟ ايوه، كان حلم مزعج وصحيت منه. طب هو هاني عمل حاجه وحشه؟ قلت لك ما تجيبليش الاسم ده تاني. طب يبقى طلع سكه. وبعدين معاكي بقى؟ ما هو انا في حاله عجب، والعجب طالب سبب. سبب ايه؟ ما هو اذا عرف السبب بطل العجب، وانا نفسي اعرف. تعرفي ايه؟ السبب اللي خلاكي تنفضي لهاني فجاه بالشكل ده. انفض له؟ يعني ايه اللي خلاكي تحلقي له؟ ايه احلق له؟ ايه يا بنتي الكلام ده؟ يعني ايه اللي خلاكي تديله صابونه وتزحلقيه؟ الفاظك كلها بقت غريبه. الغرابه في الالفاظ مش مشكله، المشكله في غرابه الاحوال. احوال مين؟ احوالك يا انسه، ما تفهميني جرالك ايه؟ لما تكبري هتفهمي لوحدك كل حاجه. ده انتي بتهزقيني بقى. اهزقك ليه؟ واضح اني مش ماليه عينك مع اني في الثانويه العامه. لما تبقي تاخديها الاول. ده انتي بتحبطيني بقى. يا بنتي بلاش رغي بقى، ركزي في مذاكرتك احسن. طب والله ما انا مذاكره. ليه بقى؟ لانك عقدتيني. بس بلاش هبل، انا كده هسقط. دونت وري، ما تخافش. هاو انا وانت يا طنط، انا مطلوب، الحكم باعدامي صدر. اي نو. وهقعد ساكت كده لغايه لما ينفذوا فيها الحكم ويموتوني؟ مش هتموت، مفيش حد بيموت ناقص عمر، مش ربنا قال كده؟ انا خايف يا طنط، خايف. قلت لك ما تخافش. دول هيقتلوني. الخوف اصعب واشد من القتل. ازاي بس؟ اللي بيتقتل بيموت مره واحده، اما اللي بيخاف فبيموت 1000 مره في اللحظه. طب اعمل ايه؟ اولا لازم تكون ثقتك وايمانك بربنا قويه عشان ربنا يحفظك ويحميك. وثانيا لازم نفكر هنعمل ايه. انا من رايي ان احنا لازم نبلغ البوليس. عن مين؟ عن اللي اسمه جوجو بتاعه ده وشلته القذره. طب وافرض رجعوا في كلامهم تاني وما بلغوش عن المجرمين الكبار، يبقى الموقف ايه؟ يبقى عمري انتهى. قلت لك عمرك مش هينتهي الا باذن ربنا، انت هتجنني. وهو يمكن ربنا اذن بنهايه عمري على ايديهم. اوكي، تبقى دي اراده ربنا اللي مش ممكن حد يقدر يخالفه فيها. يا رب يا رب والنبي اقف جنبي، مش عايز اموت مقتول. تيك كير. المهم انك تنفذ التريك اللي قلت لك عليه عشان نوقعهم متلبسين. يا جماعه احنا كده بنلعب بالنار. واي نوت، المهم اننا ننتصر في الاخر. طب قولي لي اعمل ايه؟ انت مش طلبت من جوجو انك وافقت تنضم لهم؟ وعملت زي ما انت قلتي لي بالظبط. اوكي، وهو قال لك انه هيجيب لك منهم العفو. قال لي كده. يبقى مفيش خطر عليك مؤقتا. ده اذا قدر يجيب العفو؟ شور هيجيبه. يا سلام، حضرتك متاكده للدرجه دي؟ يس، من مصلحتهم انهم يكسبوا عنصر جديد معاهم عشان يوزعوا السموم بتاعتهم، وخصوصا ان هم اللي عرضوا عليه يبقى معاهم. طب ما هو رفض ورجع لهم تاني، وده اللي هيخليهم يثقوا فيه. ليه يعني؟ لانهم تاكدوا انه خايف منهم، ودي اهم ميزه عشان يضمنوا ولاءه وطاعته لهم. فعلا يا طنط، جوجو قال لي ان انا لازم احلف لهم يمين الولاء والطاعه. فيري جود، احلف. احلف كده وانا محتاج ربنا يقف جنبي؟ ربنا عالم بنيتك وعارف انك بتحارب الشر، واكيد هينصرك عليهم. يا رب. يلا قوموا بينا. على فين يا عمتي؟ هنروح. لا انا مش هقدر اروح. الله، ليه يا ابني؟ يا ابني قلت لك عشان هو بيدور عليا عشان يقتلني، هم قالوا لي كده. الله، انت مش قلت لهم انك سايب البيت وما رجعتش؟ ايوه قلت له، لكن عاشور ما يعرفش كده، واكيد قلب عليا السيده زينب. يلا قوم، انا هتصرف. هتتصرفي ازاي يا عمتي؟ هتعيش في السيده متنكر. متنكر؟ يس، بشكل غير اللي هم يعرفوك بيه. ازاي يا طنط؟ انا هتصرف. ايوه، الفيلم الهندي قلب لفيلم امريكاني، وربنا يستر بقى. الفيلم الامريكاني ده هو مدرسه العصابات اللي بيتعلموا منها، واحنا لازم نلعبهم بنفس الاسلوب. نلعبهم لحد امتى يا طنط؟ لحد ما يصدر العفو ويثقوا فيك وتبقى معاهم. ابقى معاهم علشان تكشفهم وتخلص عليهم. انا؟ يس. حضرتك فاكراني رامبو ولا فان دام؟ واي نوت؟
ما انا ما بعرفش اجري زيهم ولا نط. يا حبيبي بس انت ركز معايا واوعى تشط. ما تردي على الموبايل بتاعك. مش عايزه ارد. دي 10 مرة بيرن. سيبيه يرن. دماغي اتدوش، تقفليه وخلصينا. لا، انا عايزه اسمعه كده وهو بيرن. وليه السادية دي؟ وانتي مالك؟ ما هو انا مش عارفة اذاكر. اطلعي ذاكري بره. ماشي، عشان تردي عليه براحتك. نعم. ايوه يا شروق، انت ما بترديش عليا ليه؟ عايز ايه؟ عايز افهمك ان كل اللي بينا ده مش ممكن يضيع بالسهوله دي. يا شروق انا مش لعبه في ايديكي تلعبي بيها لحد ما تزهقي وبعد كده ترميها. مين فينا اللي بيلعب بالتاني؟ هو انت على طول كده غاوي مغالطه؟ قلت لك خلاص، انا زهقت وفاض بيا. ما عنديش استعداد اعيش في عذاب اكتر من كده. يعني هو انا اللي عايش في هنا؟ انا متعذب اكتر منك. انا قلت لك 100 مره انا مستعد اتجوزك حالا وانت اللي مش راضيه. يا شروق يا شروق ما تضيعيش اللي بينا في لحظه طيش. انا عارف ان عمتك هي اللي قلبالك دماغك. هو انت فاكرني ايه؟ ما عنديش دم، ما عنديش احساس. طب انا عايز اقابل عمتك. طبعا لازم اقابلها واشرح لها كل القرف اللي احنا عايشين فيه، وهي لو ست عاقله زي ما انت بتقولي هتقدر الموقف. لو سمحت قولي لها انا عايز اقابلها، يا اما هاتي رقم تليفونها وانا هكلمها. طيب يا عباس، روق انت عباس بس وكل حاجه هتبقى تمام. مع السلامه انت دلوقتي، مع السلامه. ايه يا حبيبتي ده كلام؟ اتاخرت كده ليه؟ ايه وحشتك؟ ايه اللي وحشتيني؟ هو انا اقدر اعيش لحظه في البيت ده من غيرك؟ اللي عاجبني فيك نعومتك ورقة كلامك. يا حبيبي ده مش كلام، دي مشاعر. انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم عباس. عباس مين؟ عباس ابن خالتي. ازايه؟ مسكين، عنده مشكله كده محيراه وواقع في ورطه وعايزني اساعده. مشكلة ايه؟ مشكله ماليه طبعا. اصله خاطب بقاله 2 ومش عارف يتجوز لحد النهارده. ما واجب عليك يا بيبي انك تساعده، انت مش معاك فلوس. منين يا حبيبتي؟ ما انت عارفه البير وغطاه. ده انا حتى كنت لسه هقول لك يعني انت تساعديه. اصل عباس ده بقى واد غلبان وطيب قوي كده من عينيا الاتنين. ربنا يخلي لي عينيكي يا ام قلب زي الموز. الموز؟ طبعا الموز. هو في احن ولا انعم من الموز يا حبيبتي؟ مساء الخير يا بوسي. مساء الخير يا دكتورة. عملت ايه؟ اوعى تكون عكيت الدنيا وانا غايب. يا عم عكيت ايه؟ ده انا بقيت بياع اشطر منك. اشطر مني؟ إيه؟ طب وريني يا اخويا عملت كام؟ عملت ب90 جنيه. اتفضل اهو. والله عفارم عليك يا بوسي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. طب انا بقى هستأذنكم على فوق. في واحد جه مرتين سأل عليك يا سراج بيه. واحد مين؟ مرضيش يقول لي على اسمه. وشكله ايه الواحد ده؟ جيت كده وجيرم وصدخ. يبقى عشماوي. اشهد ان لا اله الا الله. لو سأل عليها تاني قول له مات، ولا اقول لك قول له مش موجود. عزل من هنا. اقول له عزل من هنا؟ قصدي يقول لك يعني انه مشغول في مذاكرته واي حد يسال عليه هو مش موجود. ها؟ اي حد يسأل عليا انا مش هنا، فاهم؟ يلا بقى اسراج، يلا على مذاكرتك اوان، يلا. بقول لك ايه يا بوسي، طلع الزرع ده كله حطه في المخزن فوق. ايه هنشطب ونقفل من دلوقتي؟ ايوه يا اخي انا راجع تعبان وعايز اطلع ارتاح. طب ما تطلع انت ترتاح وانا قاعد جنبه، يمكن ربنا يرزقنا ببيعه ولا 2. طب بقول لك انا بقى ايه، اي حد يسال على الاستاذ سراجي هو مش موجود خالص. ها؟ مفهوم؟ يلا. ربنا ينجح مقاصده. جريه يا ابو عبيدي، مش
عارف تخلصنا من حته واد مفعوص زي ده؟ هو انا الاقيه يا رورو بيه؟ يا راجل ده انت معاك بطاقته، يعني فيها صورته وعنوانه، عايز ايه تاني؟ عايز ابص عليه بعيني ولو مره واحده، الصوره لوحدها مش كفايه. يا سلام، وايه دي اول مره هتقش واحد بالصوره من غير ما تشوفه؟ الشباب بقى كلهم شبه بعض، الواحد مش عارف يفرق بين البت والواد، كلهم لابسين مناطيل جينز وفانيلات مكتوب عليها باللفرنجي. اتصرف يا جعبيري، البارون الكبير عايز نتيجه. انا كل يوم راقد له جوه العربيه تحت البيت، بس هو يظهر ويبان وانا افرمه تحت العجل. والكلام ده هيحصل امتى؟ كله بامر الله. اطمن يا رورو بيه، هنخلصكم منه في اسرع وقت. الو. ايوه يا جوجو. ايوه يا رورو بيه، كله تمام يا باشا. على فكره انا خدت حصه البضاعه اللي كانت مع البنات وجبتها هنا معايا في بيت ابويا. لا 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 لا، بس عشان تبقى في امان شويه. اطمن يا رورو بيه. لا 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 ما تقلقش، الواد سراج انا ثبته وفهمته يعني ان انا هحاول اجيب له منك عفو، ها ما يعرفش اللي فيها. لا 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 بس لغايه لما تخلص منه. ما قلت لك ما تقلقش بقى يا رورو بيه، انا اديته امان يعني ان انت هتسامحه احسن يبلغ عننا البوليس. المهم بس تخلص من الموضوع ده بسرعه عشان الموضوع ده خانقني قوي. ها طب بقول لك ايه يا رورو بيه، مع السلامه بقى دلوقتي، ها هبقى اكلمك بعدين. انت هنا؟ ايوه يا رورو. اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى انت قاعد لوحدك في البيت يعني؟ ما غرتش معاهم ليه؟ مع مين؟ مع امك واخواتك. انت ما تعرفش ان هم سابوا البيت؟ سابوا البيت راحوا فين؟ راحوا في 60 داهيه، مش مشكلتي. قول لي بس ايه اللي حصل يا بابا؟ اللي حصل يا سيدي ان الست امك عملت معايا قفله وخدت اخواتك البنات واخوك الصغير ومشوا وسابوا البيت. مشوا من البيت راحوا فين؟ معرفش، المركب اللي تودي حكم امك دي مش هتجيبها لبره. ايوه يعني مشوا من البيت امتى؟ مشوا بقالهم يومين. وبعدين ما انت صايع وداير على حل شعرك، هتعرف ايه اللي بيجرى في البيت ازاي؟ مش بذاكر يا بابا. هقعد بتذاكر؟ هتسرح على ابوك انا؟ ده انا حسن الشرقاوي. ايوه بذاكر. بتذاكر؟ بتذاكر مع مين بقى؟ مع جماعه اصحابي. اشمعنى؟ عشان اعرف اركز وقراني كلمتين في هدوء بعيد عن الزعيق والخناق وجو البيت اللي يخنق ده. ما هو الكلام ده تقول لامك النكديه اللي العيشه معاها تاثر العمر. ما حضرتك اللي دايما تزعلها، وبعدين ما انت مقرط عليها في مصروف البيت. عايز تقول اني بخيل انا؟ حاشا لله يا بابا، انت بخيل علينا احنا بس. ماشي، اشتكوني، ارفعوا عليا قضيه. نرفع عليك قضيه؟ ما هو ده كلام امك اللي دايما تقوله لي وتهددني بيه، وانا موافق بيني وبينكم المحاكم. انا مش عارف انت بتعمل معانا كده ليه؟ احنا ولادك يابا. خلوها تنفعكم. احنا ذنبنا ايه في خلافاتكم مع بعض وكرهكم لبعض؟ ذنبكم ان انتوا ولادها. يا بابا انت محامي، يعني راجل قانون، يعني تعرف الحق. اوكي، حقكم هتاخدوه بالمحاكم، بس جنيه واحد مش هدفعه الا بحكم محكمه. مش عايزين منك حاجه، الله الغني عنك وعن فلوسك الحرام اللي بتذلنا بيها. انا فلوسي حرام انا؟ هو انت بتدافع غير عن النصابين والحراميه؟ اطلع بره يا حيوان، انا مش عايز اشوف وشك جزال تاني اهو. ماشي، بس بكره تشوف بقى الصايع ده هيعمل فيك ايه. انت بتهددني اه؟ العفو يا شرقاوي باشا، انا بس هلم اخواتي ونقف نشحت على ابواب المحاكم اللي انت بتدافع فيها عن المجرمين بتوعك، ونقول حسن لله ساعدوا ولاد المحامي الكبير اللي مجوع عياله، اللي كل يوم بيصرف فلوسه على النسوان اللي بيتجوزهم عرفي. غور من وشي. خلاص سايبها لك مخدره. انت بتعمل ايه يالا؟ ومخبي هنا ايه؟ مالكش دعوه، دي حاجه تخصني. مالكش دعوه؟
ايه ده؟ الشنطه دي فيها ايه؟ اوعى سيب بقول لك وريني الشنطه دي فيها ايه؟ انت مخبي انت سارقها من البيت يلا. انت حيلتك حاجه في البيت تتسرق؟ ده انت معيشنا في ضنك. بقول لك وريني الشنطه دي سارق فيها ايه؟ اوعى سيبها. هبلغ عنك البوليس. يا حرامي. تقبل الله يا سيدي. امين يا رب. بس تصدق بقى ان شكلك حلو وانت بالجلابيه والطاقيه. يعني تفتكر لو نزلت الشارع كده هيعرفوا ان انا سراج منير؟ لا طبعا، هيفتكروك عبد الفتاح القصري. مش وقت تهريج دلوقتي يا دودو، انا بتكلم بجد. انت خايف ولا ايه؟ مرعوب. يبقى لازم تعمل زي ما طنط نور قالت لك. اقرا قران؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. طب هات المصحف. الحب إذا ما كانش أقوى من كل إغراءات المادة يبقى حب كاذب مزيف. أيوة يا طنط، بس الظروف. مهما كانت الظروف، الحب طهارة، الحب إخلاص لشخص واحد. يعني ده رأي حضرتك؟ عندك رأي تاني؟ لا. من بكرة تستقيلي من الشغل وتنسي الولد ده خالص. أيوة يا طنط، بس أنا عارفة إن ده شيء هيسبب لك ألم لأنك إنسانة عاطفية ورقيقة، بس الضرورة لها أحكام، لازم تستحملي عشان سلامة مستقبلك. بس أنا فعلا هتألم قوي. الجراح بيعالج الألم بالمشرط عشان يخفف أوجاع المرض المزمن لغاية ما يشفى منه. صح يا طنط. أنا هدفع لك مرتبك اللي بتاخديه كل شهر من البوتيك، أوكي؟ لا يا طنط، لغاية ما تلاقي شغل وبعدين نبقى نتحاسب. يلا يا حلوة بقى دلوقتي عايزة أنام، تصبحي على خير. تعالي يا بوسة. يلا حبيبتي تصبحي على خير. انت بالأهل. بصي يا بصي. اهلا يا سعاده البيه. مساء الخير. مساء النور. امسك. بقول لك ايه، عايزك تغسل لي العربيه دي غسله جامده قوي عشان انا راجع من السفر. الف حمد لله على سلامتك يا سعاده البيه. الله يسلمك. اتفضل. وعربيه الدكتوره نور كمان، وانا هبقى احاسبك على شهريه تنظيفها. لا يا سعاده الباشا، ما تحاسبنيش انت. ليه؟ اصل بصراحه الدكتوره نور بتحاسبني بايد سخيه. نعم، وانا بقى اللي ايدي شحيحه يالا. بصراحه انت عايز تنهب؟ ده انت زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. فين الوكل ده يا باشا؟ فين الوكل ده؟
صدق بالله. لا اله الا الله. انا بكمل عشايا نوم. انت عندك وقت تنام؟ ده انت بسم الله ما شاء الله شغال بواب وبياع زرع وسايس عربيات وعمال تشفط من كل الاتجاهات. 5 ويا ريت مكفي. ليه مش مكفي؟ اصل بصراحه عاوز اشتري موبايل. ايه؟ اشتري موبايل. موبايل تعمل بيه ايه؟ اعمل بيه زي الناس. زي الناس؟ ايوه، الناس كلها ماشيه في الشوارع بتتنتن، اشمعناني مش بتنتن؟ الله رايك يا جت عليك انت. تنتن يا اخويا تنتن. بتنتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ المفتاح مزرجن ليه؟ ايه ده؟ ايه الصريخ اللي جوه ده؟ هو ايه اللي بيحصل جوه؟ افتح الباب يا باشا. الباب مش عايز يتفتح، مقفول من جوه. ايه في ايه؟ يا رامي في رجلي. هو مين اللي قرصك؟ عشماوي؟ لا ده الفار. الفار يا رامي في رجلي. هاتولي دكتور. في ايه؟ هاتولي دكتور لحسن هتسمم الفار. رمني في رجلي الفار. What happened? اجري انت على البوليس. حاضر يا باشا. خلاص بقى يا ماما خلاص. What happened? تعالي الحقي يا طنط، الفار عض ماما وهي نايمه. ايوه يا طنط،